السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض طريقة عمل الرز المعمر الفلاحي الاصلي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. والطريقة ديت الطريقة الاصلية يا بنات. علشان خاطر تجربوها ان شاء الله تابعوني في الفيديو دوت عشان خاطر تعرفوا الطريقة. بس قبل ما ابدا الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لايك، ولو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. اول حاجة هنا يا بنات هجيب معايا البرام كده العادي اللي هو بيدخل الفرن دوت. هو الرز المعمر بيتعمل في برام كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده كده هجيب معلقة من الزيت وهبتدي ان انا ادهنها كده في قعر الطاجن معايا، وهبتدي كده ان انا كده ايه اجيب الفرشة كده وامسح بيها كده من الجوانب كلها. بعد كده بقى هجيب معايا هنا رز مغسول. اهم حاجة الرز بتاعك ما يوصلش للبرامة كده لحد اخرها، يوصل للتلتين بتاعها علشان خاطر لو وصل للبرامة لحد اخرها مش هيستوي معاكي، لان هو بياخد وقت معاكي على بال ما يستوي عن طريقة الرز العادية، فبالتالي بينفش فيها شوية كده، يعني بينفش اكتر من الرز العادي. بعد كده بقى هجيب معايا معلقة كبيرة من الملح علشان خاطر هنا كمية عندي الرز حلوة مش صغيرة. بعد كده بقى هقلب الملح بالرز كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر الرز كله يبقى متملح كده وما يكونش فيه جزء مالح وفيه جزء دلع. بعد كده بقى هبتدي ان انا انزل باللبن بتاعي. طبعا في ناس كتير بتقع في الغلط دوت. الرز المعمر يا بنات ما بياخدش لبن صافي، علشان خاطر لو خد لبن صافي بيطلع منك مكتوم كده ومش بيطلع معاكي حلو ومفلفل زي ما انتوا شفتوه معايا، بيطلع معجن كده شويه. فانا هنا حطيت لبن كده لحد يا دوب ما غطيت الرز. وطبعا الرز المعمر بياخد سوائل اكتر من الرز العادي. يعني لو انا بعمل رز عادي على النار هستكفي بكمية السوائل اللي انا عملتها كده في الاخر في الاول اللي هو اللبن بس. انما طبعا هنا هتكتري سوائل كده كويس جدا علشان خاطر الرز دوت بياخد سوائل اكتر من الرز العادي. بعد كده بقى هقلبه كده كويس جدا علشان خاطر برضو الرز يبقى فيه فراغات كده وما يطلعش معاكي مكتوم. هنا بقى يا بنات انتوا كده زي ما انتوا شايفين انتوا تقولوا الرز استوى، لا الرز ما استواش. انا حطيته هنا في الفرن على نار عالية لحد ما اتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بقى هقوم واخده كده مطلعه البرامه كده بره الفرن، وهبتدي بقى كده ان انا انغزها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت علشان خاطر لما اجي اعمل السقية بتاعتها اللي هي المية. وبعد كده لما اجي احط عليها السمنة فالرز بتاعي كده يشربها كده، لان طبعا انتوا عارفين الوش اللي هو عامله الرز المعمر ده لو جيتي حطيتي مية او ايدام مش هيشربوا الرز وهيفضل كده على الوش. فانا شكشكت كده بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت علشان خاطر اي ايدام او اي مية احطها تنزل تحت. وزودت بقى شوية من المية كده علشان خاطر الرز بتاعي يستوي كده كويس جدا. وممكن كمان لو انت عايزة تزوديها لبن براحتك، ديت حريتك الشخصية. بعد كده بقى هحط كده على الوش سمنة بلدي كده. عايزة اقول لكم السمنة البلدي دي بتسيح بقى في قلب الرز دوت وبتديه لون وطعم تحفة جدا. في حاجة بقى هعملها في ناس كتير ما بتعملهاش وبتقع في الغلطة ديت. البرامة بتاعتك ديت لما تحطيها تاني في الفرن كده من غير ما تعملي الحركة دي الرز بتاعك بيطلع معاكي معجن ومش مستوي، يعني بيبقى عامل شبه الكتلة الواحدة كده وما بيبقاش مستوي. فطبعا هتاخدي شوكة كده ومن جوانب كده البرامة كده هتبتدي انك انت توسعي الرز من الجنب. وما تخافيش خالص شكل البرامة مش هيبوظ ولا اي حاجة. انت بعد كده هتحطيها في الفرن بقى على درجة حرارة هادية وتغطي عليها كده هتكمل السوا بقى بتاعتها خالص وهتبقى الوش بتاعها زي الفل. وهوريه لكم برضو في اخر الفيديو عشان خاطر تعرفوا ان الوش بتاعها ما باظش ولا حاجه. اهوت يا بنات البرامه خرجت معايا هي تحفه جدا. عايزه اقول لكم بجد ريحه وطعم مفيش بعد كده. جربوها بالطريقه ديت بتاعتي بجد هتدعولي والله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم وتكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.